في فرق كبير أوي بين البيت المكركب والبيت اللي مش نضيف. البيت المكركب ده بيتي وبيتك وبيت كل الناس. طبيعي جدا ان يكون في اطفال في البيت بتلعب بتذاكر بتاكل بتشرب بتنام. ده بيت واحنا عايشين فيه. فعادي جدا ان احنا نلاقي حاجة مش مكانها. عادي جدا تلاقي المخدات مرمية على الارض او مش معدولة كويس في الفرش. او الدنيا مش مترتبة شوية ولكن الدنيا نظيفة. عادي جدا لما تدخلي الاوض تلاقي فيها لعب اطفال، تلاقي فيها هدوم على السراير. تلاقي الدنيا مش متنظمة، ولكن الأرض ممسوحة والسراير نظيفة والفرش نظيف والدنيا معاكي متنضفة من التراب والعناكب والدنيا تمام. بيبان الفرق بين النظافة وعدم التنظيم. في فرق بين البيت يكون نظيف وإنه يكون مش متنظم. عادي جدا لو دخلنا حمام حد وما يكونش متوضب، بس الحمام نظيف وريحته حلوة ومفيش فيه أي حاجة تضر أو تأذي. عادي جدًا لمّا تدخلي مطبخي وتلاقي فيه مواعين في الحوض أو تلاقي حاجة مش مغسولة، ولكن مطبخي مترتب ونضيف وممسوح ورخامتي نضيفة وأرضيتي نضيفة والدنيا عندي زي الفل. الفكرة كلها إن بيوتنا كلنا بتكركب. عادي جدًا وطبيعي جدًا. هي دي الحياة. البيوت اللي مش مكركبة دي البيوت اللي ما فيش فيها حياة. عشان عندنا أطفال، عندنا ولادنا، عندنا أزواجنا. إحنا اللي بننضّف وراهم، وإحنا مش آلات. إحنا مش آلة. عادي جدًا، إحنا مش ستات خارقة ولا super woman. إحنا بنحاول نبقى بس منظمين في بيوتنا وطريقة حياتنا، بننضّف على قد ما نقدر. ده عشان نفسنا، وعشان بيتنا، وعشان ولادنا، وعشان نفسيتنا إحنا. مش عشان لمّا تدخلي حضرتِك بيتي تنتقديني، أو تطلعي من عندي تتكلمي كلمة تزعّلني أو تجرحني. أولًا دي حياتي أنا، ده بيتي أنا ودي أولادي. يعني كلامِك ده مش هيأثّر معايا بحاجة. سواء أنا نضيفة لنفسي مش نضيفة لنفسي، يبقى ليه نجرح بعض؟ أنا ممكن ييجي عليَّ يوم فعلًا ما ليش نِفْس أطبخ، رغم إن أنا صاحبة قناة طبخ. اللي داخل بيتي متوقع إن هو هيلاقي الشيف قاعد جوّه، ولكن عادي جدًا. أنا ساعات ما بييجيليش نِفْس أشيل كوباية من مكانها. ده بيحصل عادي جدًا، كلنا بشر ونفسياتنا متقلبة، ما حدش فينا ماشي كده يعني بالremote control. ممكن يعدّي عليَّ يوم ما اسرّحش شعري، ما ابُصّش لشكلي في المراية. أنا ما عنديش طاقة أعمل ده كل يوم. أنا إنسان. أنا ممكن عادي جدًا أنام بالليل وأنا سايبة المطبخ يضرب يقلب، مليان مواعين للصبح. عادي، أنا تعبانة وما ليش نِفْس، مش قادرة أقوم من مكاني. إحنا مش ناس مثالية. مش عشان أنا على اليوتيوب أو على النت أبقى إنسانة مثالية، عشان متوقعة لمّا تدخلي بيتي هتلاقي بقى ما لَذ وطاب، وهتلاقي البيت في أجمل وأبهى صوره، وهتلاقي مرّة هتلاقي كده ومرّة مش هتلاقي كده. ده العادي وده الطبيعي. إحنا بنحاول على قد ما بنقدر، بنتشجّع مع بعض، باعمل معاكم روتينات، باعمل وصفات. أنا واحدة يعني باحاول وأنا باصوّر أفيد نَفْسي بحاجة. بس أيام كتيرة جدًا، جدًا، يعني أنا تقريبًا بقى لي أسبوعين ما صوّرتش أو أكتر. ما عنديش طاقة. مش قادرة أقوم أعمل أي حاجة، ما ليش نِفْس. حتى الفيديو ده النهارده أنا صوّرته كده وأنا باطبخ في البيت عادي يوم عادي. بس حبّيت أتكلّم معاكم شوية. حبّيت أقول لكم إن كُلّنا بييجي علينا وقت وممكن نأثّر في أي حاجة حوالينا. إحنا بشر. ما فيش سِت وِحشة، ما فيش سِت مش كويسة. إحنا كُلّنا الستات، بس إحنا كُلّنا بييجي علينا وقت بنقول يعني stop بقى، إحنا محتاجين وقت راحة. إحنا تعبنا. عايزة أقول لكم حاجة. والله، والله، والله كمان مرّة، مش لازم وربنا ما هو لازم، مش لازم تبقي perfect أوي. مش لازم تبقي أم مثالية وزوجة مثالية وصديقة مثالية وجارة مثالية وكمان شيف مثالية. إحنا بشر. أنتِ إنسانة عادي خالص، إنسانة عادية خالص. هاتكلم عن نفسي، أنا إنسانة عادية خالص، إنسانة كُلّي عيوب. ما فيش أي مشكلة إني أغلط. ما فيش مشكلة إن أكرر غلطي وأنساه وأغلط تاني وتالت ورابع. ما هو طول ما إحنا عايشين، طول ما إحنا بنغلط. إيه المشكلة يعني؟ الدنيا ما خلصتش، والله ما خلصت ولا هتخلص. الدنيا ما خلصتش إحنا هنموت بكرة الصبح، الله أعلم، الأعمار بيد الله. أنا عايشة في وسطكم زي القرد أهو. إن ما عملتش النهارده هيبقى بكرة. يا جماعة ارحموا الناس شوية وبطلوا انتقادات. يعني الواحد نفسه بجد يعني إن الناس ما تتدخلش في حياة بعضها بالشكل ده.
الواحد أصلًا يعني أنتِ لو حد دخل لِك بيتِك بالشكل ده، لو حد دخل بيتِك وسمّعِك كلمتين أو من بعد ما مشي سمعتِ إن هو قال عنِّك كلمة كده والّا كده مش لطيفة من نوعية الكلام اللي أنا قُلتها اللي هي تحرق الدم دي، والله عادي جدًا يعني ما تجلديش نفسِك ولا تزعّلي نفسِك. بُصّي خلّيكِ بجحة، بجد خلّيكِ بجحة مع الناس البجحة، خلّيكِ بجحة مع الحياة ومع الناس. بُصّي صوّتي كده في وش اللي يقول لِك أي كلمة. و يا جماعة ما حدش له دعوة بحياتي، ده بيتي اللي أنا عايشة فيه، أنا مش هاجبرك تيجي تعيش معايا، ده مطبخي اللي أنا باكل منه أنا وولادي، مش باقول لِك تعالي أأكلِك منه، مش هاغصبِك تاكلي منه، اللي مش عاجبه ما يدخلش، ما يشوفش، اللي ما يقدّرش الناس ويعرف ظروفهم ما يلزمناش. طُز، طُز، طُز بجد، بجد طُز، أنا sorry في الكلمة بس الواحد خارج عن شعوره. أنا باقول لكل واحدة عاملة اللي عليها بجد ومش مقصّرة، بتصحى من النوم لحد ما تنام بتلِف في دايرة مفرغة، من المطبخ للبيت، للأكل، للولاد، للدروس، للمذاكرة، للتمارين، لده قال، لده عاد، لطلباتهم، وبتيجي آخر الليل منهوكة بجد، بتترمي على السرير من قوة التعب مش دارية بحاجة حواليها. لو حد دخل أو حد جه لِك بيتِك في يوم على غفلة ولقى البيت بقى مش perfect زي ما هو متخيّل أو هو راسم لِك صورة في خياله، ده خيالك مريض، أنا ما يلزمنيش، أنا ما يلزمنيش الخيال المريض ده. بُصّوا، هاقول لكم كلمة ونصيحة، الدنيا ما بتطبطبش على مكسوف، والناس ما بتسقّفش الندمان، وحياتكم عندي أول حد هينضر وهينداس عليه أكتر وأكتر هو أكتر حد يعني بيتأثّر بالكلام. الناس لو لقوكِ ضعيفة ومهزوزة وكل كلمة تأثّر فيكِ وتنهاري وتكتئبي، كلنا مرّينا بالحاجات دي، بس أنا جاية لكم يعني من المستقبل باقول لكل واحدة بتسمعني يمكن عدّى عليها الموقف ده أو لسه هيعدّي، أكيد بيعدّي على معظمنا يعني من الناس المؤذية اللي بتأذينا بالكلام ده. حابة أقول لِك اللي قدّامِك لو شافِك ضعيفة ومهزوزة ومن أقل كلمة بتعيّطي وبتنجرحي وبتقعدي بقى تكتئبي وتنزوي كده على نفسِك بقى وتجلدي ذاتِك وأنا إزاي عملت كده وإزاي بيتي بقى كده وتحسّي إن أنتِ بتحسّي بالندم، الناس هتدوس عليكِ أكتر وأكتر، ومهما تعملي مش هتعجبي. بُصّوا طبع البشر كده، القوي بيحب يفرض نفسه على الضعيف، وأنا متأكدة إن اللي بتتكلم دي لو دخلت بيتها ما هاطيقش أقعد على كنبة فيه. قولي لنفسِك قبل ما تقولي لهم، ردّي على نفسِك، أنا ما غلطتش في حد أو غلطتي اللي أنا غلطتها اللي أنتم شايفينها غلط دي، أنا ما أذيتكيش في حاجة، يبقى ما لكيش عندي حاجة. حاسبي نفسِك أول بأول بينِك وبين نفسِك، لنفسِك أنتِ مش عشان حد، مش عشان حد. هتبقي أحسن وأشطر وأجمل في نظر نفسِك وده الأهم. ضبّطي من نفسِك لنفسِك، مش عشان كلام الناس، مش عشان فلان داخل بيتي ومش عايزاه يقول عليَّ حاجة، الناس ما بترحمش، حتى لو عملتِ. ما تعمليش حاجة عشان الناس، اعملي عشان ربنا وعشان نفسِك. إنما عشان الناس فسوري، سوري جدًا في الكلمة، طُز ومليون طُز، طُز بقى في اللي يزعّلني واللي يقهرني واللي يوتّرني واللي يحسّسني دايمًا إن أنا وِحشة واللي فاكر نَفْسه أحسن منّي وعمّال يتفلسف عليّا دوّة، طُز ومليون طُز في رأي الناس فيّا وأحكامهم عليّا طول ما أنا عارفة إن أنا ما قصّرتش، طول ما أنا عارفة الفرق بين الغلط والصح، طول ما أنا عارفة الفرق بين الحلال والحرام. في النهاية باقول لنفسي أنا حلوة وحلوة أوي وعاجبة نفسي بمشاكلي، بقرفي، بتقصيري، بغلطاتي، بوقعاتي، بظروفي. أنا عايزاكِ تقولي لنفسِك كده، طول ما أنتِ شايفة نفسِك حلوة هتحلوي في عينِك وفي قلبِك وهتحلوي في عينين الناس وما عادش حد هيستكبر يكلمِك كلمة تضايقِك. س معلش طوّلت عليكم ولأول مرّة باتكلم معاكم الكلام دوّة. أكيد كنتم مستنيين منّي أتكلّم عن الوصفة اللي أنا عملتها معاكم، بس ده سمك سنجاري عادي جدًا كُلّنا بنعرف نعمله، بس بصراحة كنت عايزة أطلع أتكلّم معاكم بما إن أنا ما باظهرش بوشّي على القناة، فجات لي الفكرة إن أنا يعني وأنا باعمل أي حاجة كده في البيت، إن أنا أتكلّم معاكم في الكلمتين اللي مضايقني، و باعتذر لو كان خرج منّي أي كلام في وقت غضبي ضايقكم، بس صدّقوني الكلمتين كانوا من القلب وكان لازم يطلعوا عشان الواحد يرتاح. رسالة مني لكل واحدة مرّت بنفس موقف يعني موقف زي اللي أنا مرّيت بيه، أو هتمُرّي لسه أو ما شُفتيش الموقف ده،
اسمعي الفيديو ده ترتاحي وتطمني، إن أنا ما ارجعش أضايقكم تاني بكلام من كلامي دوّة، بس أنا باعتبركم أخواتي وبافضفض معاكم. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة، ونتكلم عن الوصفة المرة الجاية إن شاء الله، وما اعيدش الكلام ده تاني. أنا بس من النوع اللي لو حاجة مضايقاني لازم أتكلم عشان أرتاح، وأنتم طبعًا إخواتي وحبايبي وتتحملوني. أشوفكم على خير، وشكرًا بجد إن أنتم سمعتوني. شكرًا بجد ليكم إن أنتم سمعتوني، وعايزة أسمع رأيكم فعلًا في الكومنتات. أنا كلامي فعلًا ده صح وتفكيري كده صح، والّا أنا غلطانة والمفروض أغيّر من